أغلب الناس فاكرة إن القوة يعني جسم أو صوت عالي أو سيطرة. في 7 أنواع للقوة مهمين لازم تعرف تفرق بينهم. تابع معانا الفيديو ده وشوف هم كلهم عندك ولا في أنواع كانت واقعة منك. القوة الجسدية. القوة الجسدية مش بس عضلات، دي صحة وتحمل وطاقة تخليك تكمل يومك. من غيرها دماغك بيتعب ومزاجك بيقع وتركيزك يضعف. بس خلي بالك القوة دي مؤقتة، أي إصابة أي إهمال بتروح. عشان كده القوي بجد بيستخدم جسمه مش بيستعرضه. القوة العقلية. القوة العقلية يعني تعرف تفكر وقت الضغط. مش كل فكرة في دماغك صح، ومش كل خوف حقيقي. اللي عنده قوة عقلية بيعرف يفصل بين الإحساس والقرار، وده السبب إن الناس الأهدى بتكسب أكتر من الناس الأذكى. القوة النفسية. القوة النفسية إنك تتحمل مش إنك ما تحسش، تزعل، تتضايق، تخسر، ده طبيعي. وغير الطبيعي إنك تفضل واقف عند نفس النقطة. القوة النفسية هي إنك تقع وتقوم من غير ما تكره نفسك. قوة المعرفة. المعرفة مش عدد معلومات، دي فهم. كل حاجة بتفهمها بتخوفك أقل وتتحكم فيها أكتر. اللي مش فاهم دايما تابع، والتابع عمره ما يقود. عشان كده القراءة والتعلم قوة مش رفاهية. القوة الاجتماعية. القوة الاجتماعية مش هزار ولا علاقات كتير، دي إنك تعرف تقول اللي عايزه من غير ما تخسر اللي قدامك، تفهم الناس وتعرف نواياهم وتختار معاركك. القوة دي بتختصر سنين من الصدمات الغلط. قوة الانضباط. في أيام مش هتبقى متحمس ولا فاضي ولا نفسيتك حلوة، ساعتها الحافز بيختفي والانضباط يبان. الانضباط هو إنك تعمل اللي لازم حتى وإنت مش عايز، وده النوع اللي بيصنع نتائج مش كلام. قوة التحكم في النفس. مش كل استفزاز يترد عليه ولا كل رغبة تتجاب. اللي ماسك نفسه وقت الغضب أقوى من اللي كسب خناقة، واللي بيأجل لذته عشان هدف أكبر دايما كسبان. دي قوة قليل اللي يمتلكها وعشان كده نادرة. في النهاية القوة مش ضربة واحدة، القوة بناء طويل. مش مطلوب تبقى كامل، مطلوب تبدأ. والسؤال الحقيقي دلوقتي، أنهي نوع قوة ناقصك دلوقتي؟